بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، تحية من الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير مع الصحابة: قد رأى قبرا فقال: إن صاحبيكما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. لا يستبرئ من بوله، وفي رواية أخرى لا يستتر من بوله، يعني بعد ما يقوم بعملية الإخراج المائي لا يغسل أعضاؤه غسلا نظيفا بحيث يتطهر من الحدث الأصغر. والآخر وفي رواية أخرى يستتر، يعني يترك عورته ظاهرة للناس وهو يقوم بهذا الأمر. ودي بنشوفها للأسف كتير في الطرق العامة، لكن المفروض الإنسان لما بيعمل كده بيكون في مكان غير ظاهر. والآخر بيمشي بين الناس بالنميمة، بينقل الكلام من ده لده، وده أمر خطير وبيؤدي إلى كثرة العداوة والبغضاء بين الناس. ندعو الله في آخر حديثي هذا فنقول: اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، واجعل لنا نصيبا من جنتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.